يا أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد، وأنا محمد سامي من قناتكم لحظة حسم. موضوعنا النهاردة يهم كل واحد فينا، لأننا كل يوم بنتعرض لضغوط سواء في شغلنا أو في حياتنا عموماً. هنتكلم عن إدارة الضغوط في العمل. حافظ على هدوءك تحت أي ضغط. تخيل معايا كده، كل يوم الصبح بتروح شغلك وعندك قائمة مهام طويلة جداً ومواعيد نهائية ضيقة لدرجة إنك بتحس إن الوقت بيجري منك، واجتماعات لا تنتهي وطلبات مستمرة من كل اتجاه. كتير مننا بيحس إنه محاصر بالضغوط، وده مش بس بيخليه متوتر وقلقان ومش قادر يركز، ده كمان ممكن يؤدي لمشاكل صحية أكبر على المدى الطويل، زي الإرهاق التام burn out أو حتى مشاكل في القلب. لكن الحقيقة إن الضغط في الشغل مش دايماً حاجة وحشة. في حاجة اسمها الضغط الإيجابي أو يو-ستريس، اللي ممكن يكون دافع لينا عشان ننجز أكتر ونتطور. المشكلة مش في وجود الضغط نفسه، المشكلة الحقيقية هي في إزاي بنتعامل معاه. في الفيديو ده هنستكشف مع بعض مفهوم ضغوط العمل وأسبابها المختلفة، وهنعرف إيه هي العلامات الجسدية والنفسية اللي بتقول إننا تحت ضغط نفسي كبير. والأهم من كده، هنتعلم مجموعة من الخطوات والاستراتيجيات العملية اللي هتساعدنا ندير الضغوط دي بشكل فعال، نحافظ على هدوءنا ونرجع نسيطر على حياتنا المهنية من تاني. يلا بينا نبدأ رحلتنا ونشوف إزاي ممكن نحول الضغط من عبء لفرصة للنمو. إيه هو ضغط العمل work stress؟ وإزاي بيأثر على جسمنا وعقلنا؟ ضغط العمل هو حالة نفسية أو جسدية بنحس بيها لما تكون متطلبات الشغل أكبر من قدرتنا على التعامل معاها. الضغط ده بيخلي جسمنا يفرز هرمونات زي الأدرينالين والكورتيزول، بس لو الحالة دي استمرت لفترة طويلة ممكن تسبب مشاكل صحية زي ارتفاع ضغط الدم، ضعف المناعة، ومشاكل في الهضم. إيه هي الأسباب الشائعة لضغط العمل؟ العبء الزائد في الشغل، عدم وضوح الأدوار والمسؤوليات، نقص التحكم في الشغل، عدم الأمان الوظيفي، الشغل لساعات طويلة، عدم التوازن بين الشغل والحياة الشخصية. علامات بتقول إنك تحت ضغط عمل كبير، علامات جسدية، علامات سلوكية. هي العملية عشان تتحكم في ضغط الشغل، 10 خطوات عشان ترجع مسيطر على حياتك. نظم وقتك وحدد أولوياتك. اهتم بصحتك، جسمك ونفسيتك. حسن علاقاتك في الشغل. غير نظرتك للضغط. افصل بين الشغل وحياتك الشخصية. الخلاصة: الضغط في الشغل جزء من الحياة، والتحكم فيه هو سر الهدوء والنجاح. إدارة الضغوط في الشغل مش حاجة بتحصل في يوم وليلة، دي مهارة بتتعلمها مع الوقت. لما تتعلم إزاي تتعامل مع الضغوط بشكل صح، هتقدر تحافظ على صحتك النفسية والجسمانية، وهتوصل لنجاحات أكبر في حياتك المهنية. ما تسلمش نفسك للضغط، وخليك أنت اللي بتتحكم فيه. يا رب يكون فيديو النهاردة مفيد ليكوا. لو عندكم أي تجارب أو نصايح تانية في إدارة الضغوط، شاركونا بيها في التعليقات تحت الفيديو عشان كلنا نستفيد.